السلام عليكم، معكم زهيرة في فيديو جديد ان شاء الله. وبعد هذه الغيبه كنعتذر. غادي نعطيكم هاد البريوات اللي عباره على العقده ديال الكاوكاو ولكن بطريقه مميزه. كيجيو في الثمن رخاص ولكن في المذاق ولا اروع. اللي ذاقهم عندكم ما يعرفهمش ديال الكاوكاو. لاستيوس فيهم هو واحد الطريقه ديال الكاوكاو، كيفاش كنحيدوا له دوك الزفوره وكيفاش كنحصلوا عليه يعني المذاق ديالو كيولي محايد. كيف ما كتشوفوا هذا هو كاوكاو ديالنا من بعد ما خدمناه. عباره على كناخذوا كاوكاو اللي مفسخ الرومي، كنجيبوه كنغسلوه بالماء سخون 3 المرات حتى كنحيدوا منه ديك البيوضه. من بعد كنشدوه كنرقدوه في الحليب ليله كامله. نهار الاخر بالنسبه لذاك الحليب حنا ما كنضيعوش، كنستعملوه في استعمالات اخرى. نهار الاخر كنشدوه كنصفيوه من داك الحليب وكنغسلوه مزيان بالماء، وكناخذوا كاسرول كنديروا فيها الماء كيغلي مع طرونشات الحامض وقطرات من روحه اللوز، وكنلوح فيه هذا الكاوكاو. غير كيجي بالغليه يطلع ديك الكشكوشه كنحيدوه نخليوه ينشف. من بعد كندوزو باش نوجدوا الخليط ديالنا ديال هاد البريوات اللي عباره على عندنا كيلو ديال الكاوكاو. كنشدوا النص ديالو، كناخذوا الكاوكاو اللي عادي كنطحنوا مع 180 غرام ديال السنيده على شكل عقده. بالنسبه للنص الثاني، نص كيلو الاخر، كنشدو كنحمرو غير كندهبو في الزيت اولا في الفران. وكنخلط معاه 200 غرام ديال الكوك اللي يكون ميدم ومحمر على المهل كيولي لونه غوز. كنطحنوه معاه مع معلقه كبيره ديال نيسلي كراميل وواحد القريصه ديال الملح وواحد راس معلقه ديال القرفه. من بعد كنشد هذا الخليط الاولاني كنضيفو على العقده ديال الكاوكاو اللي طحنا معاه السكر مع معلقه كبيره ديال الجليكوز، 50 غرام ديال الزبده، معلقه صغيره ديال لاباط صابلي، معلقه صغيره ديال الفاني، ومن طبيعه الحال راس معلقه ديال المسكه الحره. وكندوز انا كنخدمهم في العجانه كندلكهم مزيان كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للمزهر ما كنضيفوش دابا، كنخلي حتى كندلك العقده ديالي كتميلونجي مزيان كيف ما كتشوفوا. من بعد كناخذ هذاك المزهر. الا تلقات لكم العقده الزيت كيف ما كيبان لكم، كنشدوا حنا المزهر وكنسخنوه في كاسرون حتى كيطيب يعني يغلى. من بعد كنبدا كنكب داك المزهر على العقده ديالي وكندلكها مزيان حتى كتجمع كتعطينا واحد العقده اللي رطبه كيف ما كتشوفوا جا مع راسها. كنشكلوها كويرات بالوزن ديال 5 غرام 6 غرام بحال هكاك، يعني ما كنكبروهمش. وبالنسبه للورقه كناخذوا الورقه الكبيره كنقطعوا ليها الجناب على شكل كنشكلوها بحال شكل مستطيل وكنقطعوهم على 7 الاشرطه كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الاشرطه انا ما كنديرش الشريط كله باش ما كتجيناش الورقه كثيره في البريوه، الا كانت شي ورقه اللي رقيقه. كنشكلوا البريوات ديالنا كيف ما كتشوفوا، كنديروا الكويره ديالنا في الراس ديال الورقه وكنبدا كنلف كيف ما كيبان لكم. وانا ديما كنشد في القناه باش كنحصل على داك الراس اللي مقنت. من الاخر كندهن بشويه ديال بيض البيضه اولا الطحين مع الماء، عندكم الاختيار. كنخليو البريوات ديالنا ليله كامله كيتشمعوا حتى كينشفوا مزيان وندوزو باش نقليوهم. اول حاجه كناخذوا الزيت كنسخنوه يكون سخون، من بعد كنرميو وكنقصوا البوطه وكنرميو البريوات ديالنا. وكيف ما كتشوفوا كنبقاو نحركوا حنا في البريوات وهما كيتقلاو، ما كنحيدوش التحريك. كنبقاو نحركوا فيهم من التحت للفوق وحنا كنقلبوا فيهم هكا باش كياخذوا لينا اللون مذهب، وكنكونوا ناقصين البوطه باش يدخل لينا داك التحمار في الورقه من الداخل ما يجوناش معجنين. وهذا هو لاستيوس باش كيبقاو عندنا البريوات مقرمشين مده طويله. بالنسبه للون حنا كيف ما كتشوفوا كندهبوهم، يعني ما كنحمروهمش لانهم مازال غادي ياخذوا اللون. هانتوما غتشوفوا في الاخر كيفاش كيعطينا اللون. مازال كنحطوهم في العسل كتكون بارده وكتكون ثقيله، وكنغطسوهم في هذاك العسل مزيان وكنخليوهم مرقدين. بالنسبه للبريوات خصهم يبقاو في العسل اولا القنينطات اولا اي حاجه خصها تبقى في العسل مده يعني يومين 3 ايام باش ما طولتوهم باش ما شربوا لكم العسل وجاوكم. بالنسبه انيا للعسل راني ديجا حاطه لكم في القناه، وانا هذا بالنسبه لهذا العسل انا مخلطه معاه العسل يكون ممتاز. بالنسبه لي انا كنستعمل العسل كيتباع في هذا سميتو الرحيق اولا النصر اولا اللي كان عندكم اللي عارفين المذاق ديالو مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال البريوات. كيجي الشكل ديالهم بحال هكا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، كل واحد والذوق ديالو. ونتمنى من الله ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم
وتجربوهم ويكونوا عند حسن الظن ديالكم، وبصحة وراحة. يا المحبة ماشي بالخداع، يا الخدة ماشي